أعزائي الأسئلة على الهاشتاج اللي هو بث عبد الرحمن سويل عشان نجاوب على أسئلتكم الجميلة يا جميلين. طيب جد دقيقتين. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا يا نموذجيين. والله العظيم إني مشتاق جد لكم يعني، وفرصة حلوة، فرصة سعيدة. المهم يعطيكم ألف عافية صراحة على دعمكم وعلى كلامكم، والأمانة صراحة ما شاء الله تبارك الله الكلام اللي جاني من بعد ما طلعت ووقفتكم معي شيء والله العظيم إنه في خاطري. أشكركم جميعا يعني بلا استثناء. الله يجعلني إن شاء الله عند حسن ظنكم، والله إنه حمل كبير وثقل يعني الواحد يعني حمل فيه وما كان يعني متوقع الصدى وردة الفعل هذه، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني يعني أعمالنا كلها خاصة لوجهه، وأنه يصلحني ويصلحكم ويسعدني ويسعدكم يا نموذجيين. طيب راح نقرأ الأسئلة اللي موجودة في الهاشتاج وراح أجاوب عليها، وراح أعرض لكم كتاب من الكتب اللي تكلمت عنها، وأيضا راح أتكلم عن إيش الفقرات اللي إن شاء الله راح أنزلها في السناب، ومثل ما قلنا نجاوب على الأسئلة. وبعدها بعدين مش الآن، بعدين إن شاء الله أنا ناوي البث يكون كيف أقول لكم يعني، راح يكون البث مو فقط أسئلة، راح مثلا نخلي جزء أسئلة وفي أفكار عندي، ما ودي أستعجل بشرح لكم إيش الأفكار يعني. حتى البثوث إن شاء الله مستقبلا راح يكون لها فكرة معينة. والله سهل. خلينا نقرأ الأسئلة. جمهور مكة أهلا وسهلا. السلام عليكم، الله يسعدكم ويسعدكم جميعا. طيب خلينا نقرأ الأسئلة ونشوف إيش موجود. ارجع للبرنامج، والله العظيم إني قلت لكم إياها وما في أحد ما يتمنى صراحة إنه يرجع، لكن الحمد لله على كل حال. شلون نتابع ونكتب الأسئلة بتويتر؟ والله المشكلة هنا التعليقات كثيرة يعني مستحيل إني راح ألحق، لكن هنا أقدر يعني أثبت وأقرأ السؤال، لكن أنا بجلس أرجع صعبة يعني علي في الشاشة. البرنامج خلاص صفحة وانطوت، انسوها يا جماعة. اي والله فعلا مو البرنامج، خلوكم من البرنامج. ما ودي أتكلم عن البرامج، أتوقع أخذ حقه أكثر من اللازم، مو أخذ حقه أكثر من اللازم، لكن تكلمنا فيه بما فيه الكفاية، ذكرنا إيش الأشياء اللي موجودة. أحس إنه يعني خلاص أنا والله ما ودي أتكلم فيه صراحة، الأمانة خلاص يعني إلى هنا وكفى بالنسبة للبرايم. بس احفظ البث، أبشر بحفظ البث. طيب في سؤال كثير يجيني يقول هل بتيجي بالحفل ولا لا؟ نقول إن شاء الله إذا تيسرت الظروف بإذن الله نجي الحفل. طيب يقول لو عرض عليك المشاركة ببرنامج واقع السنة القادمة أو في رمضان هل توافق؟ أكيد أوافق، ليش ما أوافق؟ في النهاية يعني قناة بداية أنا ابن لهذه القناة، وشرف صراحة لي إني خرجت على هذه القناة، وفي النهاية أنا ما عرفتكم يا النموذجيين إلا من خلال هذه القناة، فهي لي لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في ظهور عبد الرحمن. فكلمة حق يعني قناة بداية الله يسعدهم بيض الله وجيههم، وللأمانة والله العظيم ما قصروا معي أبدا يعني، سعوا معي في كل الظروف اللي مريت فيها ولا قصروا في أي شيء. فهذه شهادة حق يعني، يجب أن تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، بيض الله وجهكم ما قصرتوا معي. في النهاية الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في ظهوري كان لقناة بداية، فأدين لها والله بالفضل والولاء. طيب 4 دقائق. طيب أسألك القوة في إخفاء مشاعر وإظهار عكسه. طيب لو قال لك القناة ترجع، والله لو ظروفي تحسنت وتعدلت والله لا أرجع، ليش ما أرجع يعني؟ في النهاية هذا برنامج يعني ما شاء الله تبارك الله يعني، إيش أقول يعني، والله ترى أحس صرت الصفر العظيم ما أعرف أعبر. لكن والله جد يعني ليش ما ترجع؟ إذا الظروف تيسرت وفعلا انحلت كلها كاملة ليش ما أرجع؟ شيء بالعكس. في النهاية يعني الكلام في قناة بداية وفي البرنامج يعني أتوقع أنه سيطول. طيب ليه هاني العنزي قاسي معي؟ والله أروح أسأله ليش قاسي معي، أنا إيش ذنبي؟ عبد الرحمن شهد الحق أقولها، أنت ودكتور في الجامعة حببتني في القراءة، الله يسعدكم. قلنا حفل المليارين إن شاء الله ربي كتب وتيسرت الأمور إن نجي إن شاء الله. وش صار على ماجد؟ حلو، على طاري ماجد كنت أتمنى صراحة أني أتكلم في هذا الموضوع. ترى أنتوا يعني بعض الأحيان مثلا في بعض المقاطع أو بعض الأشياء تظنون أنه اللي بيننا مثلا شيء كبير،
أقصد يعني كمشكلة ولا كذا، والله اللي بيننا أكبر من كذا والله العظيم. يعني أنا ما ألوم الواحد، أنت في النهاية يوم تشوف الشاشة عليك بالظاهر هذا اللي يظهر لك أمام الناس إنه كذا كذا، لكن العلاقة بين يعني الحين لو أجي أدخل لكم مثلا الواتس أوريكم محادثتي مع ماجد تقولون هذا اللي صار بينهم قبل فترة، العتاب هو عتاب محب. القصة اللي صارت ذاك اليوم ما ودي والله نتكلم فيها كثير، لكن حنا حملنا فوق طاقتنا وجاء اتصال ماجد وكسر ظهرنا، يعني خلاص احنا هنا تحطمنا تحملنا بما فيه الكفاية. فلما جيت من ماجد لا خلاص هنا يعني قلت وصلت، وانا ما الوم ماجد، يعني في النهاية يمكن ما كان مركز، ما جاء ذاك الوقت يعني انتبه، وطبيعي تحصل وتحصل بين المشاكل الإخوان، كل واحد فيكم حصلت له مشاكل مع أخوانه ومع أخواته، طبيعي جدا. العلاقة بيني وبين أخوياي أكبر مما تتخيلون وأعظم مما تتصورون، وقلوبنا صافية ونحب بعض، وستثبت لكم الأيام يعني القادمة إن شاء الله. طيب تركي الموسى تركي هذا حبيبي، تركي الله يسعده يا رب، عطنا حساب جامعتكم بنهجم عليهم. لا 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 لا، عموما حلو على طاري مسألة الأشياء، الهاشتاجات يا حبايبي اللي حابين تنظمونها أو حابين تسوونها، أتمنى أنها تعرض على فريق الدعم، لأن في فريق دعم قاعد يجهز، يعني قاعد والله الآن الأمانة يعني كلمة حق لا توفيهم من ناحية الشكر لهم، ناس قاعدين يشتغلون بشكل فوق ما تتخيلون، يقصون مقاطع كذا، واللي فيكم حاب يشاركهم موجود حسابات فرق الدعم يدخل معاهم ويشاركهم، وما شاء الله تبارك الله يعني جهدهم والله يشكر عليه. فأتمنى في الأشياء هذه إنه تكون بالتنسيق معهم. الله يسامح جامعتك، الله يسامح الجميع إن شاء الله. حياتك ما له لون ولا طعم، الله يسعدكم لين الله يسعدكم والله العظيم، يعني كلمة وفاء لا تفيكم حقكم. عبد الرحمن قدم على وظائف من الزين خاصة علاج طبيعي، طيب إن شاء الله. كم الأعداد في البث اكتبوا عندي. طيب سؤال ماجد يوم طلع هل هو أقل رصيد؟ يا جماعة الخير في نقطة لازم تفهمونها، هذه آلية مسابقة تمام، أنا ما ألومكم لأنكم أنتم حاسين بالوضع، أنت في النهاية قاعد تشوف مشهد، لكن لما تكون داخل الأحداث الوضع يختلف تماما. دائما يقولك اللي داخل الصندوق غير اللي خارج الصندوق، ترى الوضع مو بالبساطة، ترى نعيش توتر، نعيش يعني شيء ضغط نفسي والله مش طبيعي. أنا ودي أنتم بس كذا واحد مثلا يسمع نفسه يبدأ يعيش الجو، تخيل أنك الآن بين ثلاثة عزيزين عليك وأنت عندك مجموعة، ومين اللي خسر نقاط ومين خسر نقاط، والأصوات عندك تساوت، ترى الوضع ضغط فوق ما تخيلون، يعني مو بالبساطة إنه ترى واحد يلا اختار واطلع، ضغط والله نفسي. والأمانة أنا ما كنت أصلا عجبتني فكرة البرايم، وتناقشت فيها كثير وتكلمت فيها كثير، لكن في النهاية هي بما أن آلية مسابقة وإحنا وافقنا أن نشارك فيها وقبلنا، إذا نتحمل كل عقبات. نسيت وش الكلمة، مشي يا مدير. طيب بتتعب وأنت صح، والله راح أتعب وأنا أبرر. طيب خلونا نقرأ كم سؤال من الهاشتاج، وبقول لكم عن الكتاب، وبقول لكم وش الأفكار اللي أنا أنزلها إن شاء الله في السنة. إيش بك ماخذ الوضع، وش اللي ودي أعلق وأسأل بس توي صاحي حطيت. طيب خلنا نقرأ كم سؤال ونشوف. تدشين القصص الصوتية مستمر وبيعرض فواصل القناة ولا توقف بخروجك؟ اللي أنا فهمته إنه الفواصل هذه ما ينفع تكون صوتية، لازم يكون عليها مونتاج، لأنه هي في النهاية قناة تلفزيونية، فكيف يحط فاصل صوتي؟ لا لازم يكون لها مونتاج، فهم شغالين على الشيء هذا. أنا أتمنى إن شاء الله إذا ربي تيسر أنها تنزل صوتية بعدين تكون كفيديوهات. أنت إيش دقيقة ما أعرف والله. فكرة البرايم والله في صوت الأواطي. طيب والله فكرة البرايم أنها متعبة نفسيا، والله العظيم إني تعبت نفسيا منها، ولعلمكم يوم المشكلة ولا خلاص مشيها مو لازم كل شيء ينقال. عبد الرحمن وضعت القسمة، الله يسعدكم عبد الرحمن، خلهم يتابعوني، أحب خلهم يتابعوني يعني الأما كلهم يتابعوك يعني. طيب البرنامج ما له داعي بدونك، الله يسعدك. طب أنا كل شيء بقرأ هاشتاج ولا أقرأ؟ طيب طيب هل تحس انك تسرعت في دخولك للبرنامج وتشوف انه لو انهيت التدريب ودخلت زد 8 او حياتك 3 افضل من خروجك بذا الوقت؟ لان بصراحة خروجك خسارة كبيرة لنا كجمهور. حلو السؤال هذا، سؤال مرة جميل. هل تحس انك تسرعت؟ لا ما تسرعت. بيقول البعض طب كيف دخلت وانت ما يعني ما راح اتكلم كل التفاصيل. انا دخلت وأموري تمام، حصلت مشكلة معينة، المشكلة هذه أنا ما أقدر صراحة أن أتطرق لها كثير، لعبت في الموازين كلها،
فأنا كانت أموري يعني ماشية تمام، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. أنا اجتهدت وسويت اللي علي. طيب تسرعت؟ لا ما تسرعت. أنا أقول لكم ليش ما تسرعت. الحياة فرص ولازم تفهمون. أنا قدمت على رصيدك 7 ولم أقبل، وحطوا الشيء هذا في بالكم. وقدمت على حياتك 2 وقبلت. لو رفضت قبولي في حياتك 2، هل في أحد يضمن إني راح أقبل في زد 8 أو في حياتك 3؟ لا طبعا ما في شيء يضمن. لازم تحطون هذا الشيء في بالكم. إذن هو مش تسرع، لعل خير من الله سبحانه وتعالى. والله يعلم الله ويشهد علي الله إني كنت أتمنى إني أبقى في البرنامج، وإني كنت حاط عندي هدف إني أكون فارس حياتك 1، وفعلا والله سعيت يعني بكل ما تتخيلون، سعيت فوق ما تتصورون، سويت يعني كل شيء. لكن قدر الله ما شاء والله ما ادري معك كلجات. قدر الله وما شاء فعل، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. أنا ما أشوفها تسرع، بالعكس أنا أشوف الحياة فرص، وانتهز الفرصة اللي تجيك. دام جتني في حياتي 2 راح أقبلها، لأن أنا قدمت على زد 7 وقبلوني قبول مبدئي. طبعا تعرفون الطريقة، أرسلت لهم فيديو، سووا معي اجتماع، صفوا الأسماء، وما كنت أنا من اللي كانوا. فلما جاء حياتك 2 وقبلت، فرصة هذه. يعني لا تقول راح أقدم، ما في شيء يضمن لك. يعني ما الذي يضمن لي إني أنا عبد الرحمن بما أنهم ما يعرفوني ولا يدرون من أنا، وقدمت على زد 8 أو حياتك 3 راح أقبل؟ يمكن ما راح أقبل. فالحياة فرص، انتهز هذه الفرص. وهذه نصيحة لي، يعني نصيحة مني لكم. بعض الأحيان تجيك فرصة في الحياة ممكن ما تتكرر، فأنت انتهزها واستفيد منها. طيب هذه الفكرة.